صل وسلم على سيدنا محمد. اخباركم ايه يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ في لحظه واحده العالم كله بينهار، والوحوش والكائنات الغريبه بتظهر في كل مكان، والعالم بيتحول اكنه بقى مجرد لعبه البشر بيدافعوا فيها عن نفسهم عشان يقدروا يعيشوا. وسط كل ده صديقنا جي هيون بيكتشف نظام غريب بيعرض عليه صفقه، ممنوع يخرج من البيت، قصاده هيكسب حمايه من النظام. بس يا ترى بقى جي هيون هيقدر يعيش وحيد في بيته من غير اي حد، ولا هتظهر له صدفه جديده تنقذه وسط العالم المرعب؟ كل ده واكتر هنعرفه النهارده في حكايه. اعمل لايك وسبسكرايب يا صديقي، وبينا على رحلتنا الجديده. في يوم من الايام وفي لحظه ما حدش توقعها ابدا العالم انهار، امراض مميته وحروب ملهاش اخر، وطبعا ما فيش ولا اقتصاد ولا حتى اكل. بصراحه علامات النهايه دي كانت بدات من فتره، بس اللي قضى على البشريه فعلا ما كانش بسببهم او بسبب تصرفاتهم، لا اللي دمر البشريه ووصلهم لنهايتها كانت حاجه شبه اللي بتخرج من عالم لعبه على موبايل، كائنات غريبه مش معروف عنها اي حاجه، وزي ما بيحصل في القصص حصل في العالم. واخيرا ظهر المميزين اصحاب القدرات الخارقه، بس اللي بيميز العالم ده عن الباقي ان اقوى خارق بين الخارقين برضه ما كانش كفايه على انه يقدر يوقف النهايه. وبعد 3 ايام وسط الدمار والحروب بنلاقي جي هيون قاعد في بيته وعمال ياكل، وبيقول لنفسه رغم كل الدمار والخراب ده العالم لسه موجود، واكبر دليل اني موجود وعايش، بس للاسف انا وحيد في البيت الكبير ده، مفيش غيري عايش. والدي ووالدتي وعيلتي كلهم بره. البيت ده والدي اللي اشتراه بقرض 200 مليون، واصلا ثروتنا كلها 400 مليون. ورغم اني مش من الناس الاغنياء، بس انا عايش في البيت ده لوحدي عشان شرط الاقامه الفعليه يتحقق، ولازم افضل هنا 2 عشان استفاد من الفلوس. ورغم اني كنت هنا عشان الفوائد ما تضيعش علينا، بس دلوقتي انا محبوس بسبب كارثه نهايه العالم. وبيفتح جي هيون موبايله فبيشوف نفس الرساله، للاسف مفيش شبكه دلوقتي. واللي بيبوظ الموضوع اكتر ان جي هيون بيسمع صوت عالي جدا بره، وفجاه بيلاقي وحش مرعب طاير وخبط في شباك بيته، وبيفضل جي هيون يصرخ ويصيح من الخوف. لكن في نفس اللحظه بيتفاجئ ان الوحش مش قادر يدخل بيته، والنظام بيقول له في محاوله دخول ملهاش تصريح، انت دلوقتي سيد البيت الوحيد من المستوى الاول، ومش مسموح لاي حد هنا ان يدخل البيت ده من غير اذنك. فجي هيون بيهدى وبياخد نفسه وبيقول في باله صحيح انا عايش لحد دلوقتي بسبب القدره دي، بس بيبقى جي هيون متعصب ويفضل يضرب في الباب عشان مش قادر يخرج. وبيقول في باله بعد 3 ايام من الكارثه نهايه العالم، وبسبب القدره الغبيه اللي بتحميني انا لسه محبوس في البيت ده. وبيمر الوقت وجي هيون في البيت، والنظام بيقول له صاحب البيت المطلق مش مسموح له يخرج من البيت ابدا. فجي هيون بيتضايق اكتر وبيقول سيد انا محبوس هنا ومش عارف اعمل اي حاجه، المشكله دلوقتي الاكل، الكهرباء اتقطعت من امبارح، اي نعم الاكل اللي في الثلاجه لسه ما باظش، بس كلها شويه وقت وهيبوظ، وانا ما عنديش الا شويه اندومي صغيرين. وفجاه النظام بيقول له انت اصطدت كاليكان من المستوى ال 23، وطبعا ده رفع نقطه الخبره، فمستواك كمان اترفع. وبيقعد جي هيون متفاجئ ومش فاهم اي حاجه من اللي بيقراها، وبيقوم يبص من الشباك وبيلاقي كائنات غريبه قتلت الوحش الكبير، فبيستغرب بيقول لنفسه هو عشان خبط في بيتي يبقى اصطاده؟ والنظام بيقول له مش بس كده، انت كمان كسبت مهاره جديده في مكسب هيعجبك قريب، وبدات تجمعه كمان. وساعتها جي هيون بيلاحظ ان الكائنات الغريبه اتحمست على الاخر، فبيقول لنفسه وده ايه كمان؟ والنظام بيقول له دلوقتي في 2 مليون في محفظتك. وجي هيون بيفضل مصدوم وبيقول لنفسه هو اللي بيحصل وايه كل الكلام ده؟ والمفاجآت بتزيد، وجي هيون بيلاقي الكهرباء اشتغلت، والنظام بيقول له دلوقتي انت في المستوى الثالث، ومهاره حفظ المكانه هتحسن كل وظائف البيت عشان يرجع جامد زي الاول. فجي هيون بينشكح وبيقول وظائف البيت يعني كده كل حاجه هترجع لطبيعتها. وبيجري جي هيون على الثلاجه وبيلاقيها شغاله، ده غير الميه اللي رجعت كمان، فبيفضل يتنطط من فرحته وبيقول كل حاجه رجعت تاني زي الاول، اكن مفيش نهايه العالم اخيرا. معنى كده ان الموبايل كمان اشتغل. وبيفتح جي هيون الموبايل بيلاقي الشبكه لسه مقطوعه، وقتها بياخد باله ان الكمبيوتر بتاعه شغال، فبيروح وبيلاقي قدامه كل صور عيلته. ساعتها بيقول لنفسه انا لازم انقذهم واجيبهم هنا باي طريقه. وبتظهر شاشه النظام وبتقول لجي هيون تقدر تشتري اي حاجه من المتجر دلوقتي. فجي هيون بيتفاجئ اكتر وبيقرر يشوف ايه اللي موجود عنده، وبيقول لنفسه بالطريقه اللي بيقول لي بيها كل شويه على المبلغ اللي معايا، فتقريبا كده ده ليه علاقته بالمحفظه بتاعتي. وبيروح جي هيون للبلكونه وبيحاول يطلع من هناك، فالنظام بيقول له لا انت ما ينفعش تخرج من البيت. وجي هيون بيقول لنفسه هو ده اللي توقعته، رغم انه مستوى مهارتي بقى اعلى سيكا، بس برضه مش هقدر اطلع من البيت. بس في حاجه واحده انا متاكد منها، اني لو اصطدت الوحوش مستواي هيزيد اكتر وهاخد مهارات جديده، وانا لو قدرت اوصل لمستوى اعلى ممكن وقتها اكسب مهاره تخليني اطلع من هنا. بس انا ازاي هصطاد وانا محبوس هنا؟ ما اظنش ان اللي حصل قبل كده تحت البيت ممكن يحصل تاني، بس ثواني كده انا تقريبا اقدر اقتل العفاريت. وبيروح جي هيون ياخد ازازه من عنده وبيرميها بكل قوته بره، وبيضحك وبيقول اخيرا نجحت، انا كده اقدر ارمي اي حاجه بره البيت، وفي الحاله دي بقى خليني استخدم دي. وبيروح جي هيون ياخد الحديده اللي بيتمرن بيها، لكن اول ما بيطلع للبلكونه بيلاقي واحد من العفاريت راح للمجموعه اللي تحت بيت جي هيون ونادى عليهم، فكلهم بياخدوا لحمه الوحش عشان يمشوا. وجي هيون بيتوتر وبيقول لا انتوا رايحين فين؟ ده انا ما صدقت لقيته. وفي ثانيه بيرمي الوزن بكل قوته بره البيت، وهو بيدعي انه يجي في حد منهم، وفعلا الوزن بيقع
بيقع بس على اضعف واحد فيهم. وجي هيون بيقلق زياده وبيقول لنفسه كده انا في ورطه، انا ما عادش معايا الا وزني كمان، اعمل ايه دلوقتي؟ انا ما عنديش اي حاجه في البيت ممكن اقتلهم بيها، وكمان مش قوي لدرجه اني ارمي عليهم التلفزيون او الكمبيوتر. وفجاه جي هيون بيلاقي صوت عالي جدا طالع من العفاريت، والزعيم بتاعهم بيروح يشيل وزن التمرين وبيشاور على بيت جي هيون. طبعا جي هيون بيترعب، وفي غمضه عين العفاريت بيطلعوا يجروا على البيت. وجي هيون بيقول لنفسه ثواني كده، حلو قوي وجودهم، انا حاسس ان المسافه دي هتفيدني، بس ثواني كده في حاجه مهمه انا نسيتها. وبيفتح جي هيون المخزن وبيختار وقتها دمبل التمرين وبيحطه في المتجر، ولما بيشوف سعره بيقول لنفسه ده نفس السعر اللي انا اشتريته بيه من على النت، ده معناه ان السعر اللي في المتجر هو نفس السعر اللي موجود قبل نهايه العالم. والمتجر بيقول له دلوقتي انت تقدر تشتري الدمبل زي ما انت عايز. فجي هيون بينشكح وبيشتريهم تاني وبيقول كده انا بقى عندي اعداد اقدر اهاجمهم بيها. وبياخد جي هيون الدمبل وبيحدفه على العفاريت، والمره دي بيتيجي على راس العفريت الكبير. والنظام بيقول لجي هيون دلوقتي انت اصطدت عفريت من المستوى السابع، وكده انت كسبت نقط خبره وكمان 3000 هون في محفظتك. وفي الوقت اللي العفاريت متعصبين فيه ومشغولين مع كبيرهم اللي اتقتل، جي هيون بيرمي دمبل كمان، بس ساعتها العفاريت بتهرب والدمبل بيقع على الارض، وجي هيون بيتغاظ وبيشتري دمبل تاني وبيحدفه على العفاريت. فالنظام بيقول له انت اصطدت عفريت بس المره دي من المستوى السادس ومحفظتك زادت 2500، بس الاهم ان مستوى مهارتك زاد وكسبت مهاره جديده. فجي هيون بيتحمس والنظام بيقول له دلوقتي بقى عندك مساحه تخزين سريه تخزن فيها العناصر، والمخزن ده من المستوى الاول. فجي هيون وقتها بيفتح المخزن وبيجرب يحتفظ بالدمبل فيه، وفعلا بيختفي الدمبل. والنظام بيقول له عايز تستدعي العنصر؟ فجي هيون بيقول له بكل حماس طبعا. فالدمبل بيظهر قدامه تاني، وجي هيون بيضحك وبيقول كده انا اقدر استدعي العناصر من المخزن لاي مكان انا عايزه، شكل الدنيا هتضحك لي ولا ايه؟ وبعدها بشويه جي هيون بيقف قدام البلكونه وبيفتح المخزن وبيستدعي عدد كبير من الدمبل، بس المره دي الدمبل بيظهر في السماء قدام البيت، وفي غمضه عين بيقعوا زي المطر على العفاريت اللي قدام البيت. ولما عدد كبير منهم بيموت، جي هيون بيكسب عدد محترم من النقط الخبره وكمان 55,000 هون واحده. ولما النظام بيسال جي هيون عايز تزود عناصر كمان، فجي هيون بكل حماسه بيقول له طبعا. وبعد شويه بنلاقي جي هيون حط في المتجر 10 عناصر مره واحده، منها اكل وميه ودمبل، حتى البيض واللبن. بس بعدها بيبيع الدمبل اللي بيصطاد بيه العفاريت وبيسجل مكانه كل الاكل اللي كان ممكن يحتاجه. والنظام بيقول له اقصى مستوى رصيد عندك هو 2 مليون هون. فبيتفاجئ جي هيون وبيقول ايه ده، انا خسرت هون واحد؟ معقوله خدمات البيت بتسحب مني الفلوس؟ ممكن سبب النقص ده يبقى الثلاجه وفواتير الميه والغاز، كده انا في مشكله كبيره، كله بسبب العفاريت الاغبياء دول. اليوم ده انا اصطدت فيه عدد قليل منهم بالدمبل، كلهم هربوا من بيوتهم، فما قدرتش اصطاد من كل دول الا 2. الاقي فين دلوقتي وحش مناسب؟ ايه الحظ الغبي ده؟ وبيطلع جي هيون البلكونه بيبص على المكان اللي حواليه، فبيقول برضه مفيش اي حاجه، انا لازم الاقي طريقه. وبيمر الوقت وجي هيون في البلكونه وبيقول هو مفيش اي عفريت غبي عايز يعدي من هنا. وساعتها جي هيون بيلمح وحش ضخم طاير في السماء، فبيتفاجئ وبيقول لنفسه ده كاليكان جامد، كده لسه قدامي فرصه. وبيجري جي هيون بسرعه على الشقه وبيرجع بعدها وهو معاه سلم ورابط فيه مرايه، وبيستنى اول ما الكاليكان يبقى قريب من بيته فبيعكس نور المرايه على عينه. وقتها بيتعصب الوحش وبيروح على بيت جي هيون. فجي هيون بيتحمس بيقول لنفسه كده بقى الخطه نجحت، كده اكيد اللعبه هتنجح، ومجرد ما اقتله اكيد مستواه هيترفع. بس فجاه الوحش بيهاجم البلكونه بقوه رهيبه، والهواء ده بيضغط على جي هيون وبيخليه يرجع ورا ويغمض عينه. وبعد ثواني بيفتح جي هيون عينه بس ما بيلاقيش الوحش قدامه، فبيتصدم وبيقول لنفسه هو راح فين. وبس جي هيون فوق الشباك وبيلاقي الوحش واقف عليه وبيحاول بكل قوته يكسر الازاز عشان يدخل البيت. فالنظام بيقول لجي هيون في كائن بيحاول يدخل البيت، وجي هيون بيتوتر وبيقول لنفسه اكيد مش هيقدر يخترق الحاجز اكيد. وبيفتح وقتها المتجر وبيقول لنفسه انا لازم اعمل اي حاجه، ويبص لعناصر المتجر فبيقول لنفسه من الاول فهمت ان تجميع الغنيمه محتاج جثه تبقى قريبه مني، وعمليه صيد العفاريت ما كانتش ناجحه قوي، واللي بيعيشوا منهم للاسف كانوا بياخدوا الجثث معاهم، وعشان كده ما اقدرش اخد مكسب من قتلهم. بمعنى تاني انا مشكلتي حاليا هي المسافه بيني وبين الجثه، الموضوع ده مش هينفع يكمل بالطريقه دي، انا كده هموت. وبيقرب الوحش اكتر للشباك وبيحاول يكسره باي طريقه، وجي هيون بيقول لنفسه هو ما فيش طريقه ممكن اقتله بيها مره واحده. ساعتها جي هيون بيفتكر الزيت اللي حطه في المتجر، فبيقول لنفسه كده عظمه قوي، وبيشتري من المتجر 10 ازايز زيت وبيجري بسرعه على البوتاجاز وبيغلي كل ازاز الزيت. وبعدها بيفتح المتجر تاني وبيحط فيه الزيت المغلي، وعلى طول بيولع في القماش اللي ربطه على العصايه. ولما بيقرب الوحش بوشه ناحيه الشباك، جي هيون بيستدعى الزيت المغلي بره البيت، فالزيت في غمضه عين بيقع على راس الوحش. ومن الناحيه التانيه جي هيون بيحدف عليه العصايه المولعه، وساعتها بيتحول وحش الكاليكان لفرخه مشويه. واخيرا بتنجح خطه بطلنا وبيقع الوحش على الارض وبيفضل يصيح وهو بيتحرق لحد ما اخيرا بيموت. والنظام بيقول لبطلنا انت اصطدت وحش من المستوى ال27، مستوى
المهاره زاد، وكمان انت كسبت مهاره جديده وفي مكسب قريب النظام هيبدا يجمعه. وبعد ثواني بطلنا بيلاقي الفلوس اللي بقت معاه في المحفظه وصلت ل 9 مليون، فبيتنح لما بيشوف المبلغ وبيقول لنفسه ده بالفكه الباقيه ابقى قربت ل 10 مليون، انا اكيد بحلم. والنظام بيقول له بما ان السيد البيت المطلق حققت الشروط فمنطقه بيتك هتبدا تتوسع. فجاه جي هيون بيلاقي الدنيا عماله تتشقلب حواليه وبيقف مصدوم مش عارف في ايه، وكمان بيحس فجاه بوجع رهيب. بس اللي بيفاجئه اكتر انه بيحس بوجود عيله كامله في المبنى بسبب مهاراته اللي كسبها. فبيقول لنفسه معقول في جيران لينا في البيت؟ وبيقع بطلنا من المهاره الغريبه اللي حس بيها وبيقول لنفسه انا متاكد اني شفت ناس في الثانيه دي. والنظام بيقول له فعلا الكبير اللي فيهم يبقى هيونج جون اللي في اواخر الثلاثينات، ومراته تبقى بارك هيون، وعنده بنتين، واحده اسمها نيون عندها 6 سنين والتانيه عندها 3 سنين واسمها سيون. وبما انك اكتشفت كائنات حيه فكده انت نفذت الشروط المواطنه، يا ترى حابب تديهم الجنسيه؟ فبيتفاجئ بطلنا وبيقول هو البيت بقى دوله ولا ايه؟ وبيقول طب ايه اللي هيحصل لو ما خدوش الجنسيه؟ فالنظام بيقول له عادي هيطردوا من البيت، انت متاكد انك مش عايز تديهم الجنسيه؟ فبطلنا بيسكت شويه وبيقعد يفكر وبيقول لنفسه انا لو ما وافقتش على الجنسيه هم هيطردوا وكلهم هيبقوا في خطر بسبب الوحوش. وساعتها بيقرر بطلنا انه يديهم الاربعه الجنسيه، وبيقول لنفسه يا ترى موضوع المواطنه ده خلاني نكسب مهاره جديده، خلينا نشوف. والنظام بيقول له انت كسبت مهاره الانغلاق التام للعيون المطلقه من المستوى الاول، ودي هتخليك تشوف كل سنتي في بيتك. وبطلنا بيقول طب يا ترى في حاجه ليها علاقه بالناس اللي هنا؟ والنظام بيقول له نظام القفل المطلق، انت دلوقتي حاكم البيت في المستوى السادس ومحدش يقدر يدخل من غير اذنك. وبيبدا جي هيون يستكشف القوانين اكتر. فالنظام بيقول له عندك 4 سكان من مجموعه 600، وجون في المستوى التاسع ونقطه الثقه بتاعته 24، وهيون في المستوى الخامس، والبنتين واحده منهم في المستوى الثالث والثانيه في المستوى الثاني. فبيتفاجئ جي هيون وبيقول نفسه 600 العدد ده مش كبير سيكا، وايه بيانات جون ده كمان؟ فالنظام بيطلع كل بيانات جون وبيقول له هو ما عندوش قدره مستيقظه ولا معدل خبره ولا حتى فلوس، عايز تديله مهله ولا هتطرده؟ وجي هيون بيقول نفسه تقريبا هو بيتكلم عن الخبره والفلوس اللي هيشاركوه معايا، ده انا كده اقدر اتحكم في المقابل اللي هاخده منهم. وبيتحمس جي هيون اكتر وبيقول هي دي الطريقه اللي هتخليني ابقى قوي، صح جامد، خلينا اجرب اديله مهمه. والنظام بيقول له انت تقدر تحدد له المهمه اللي انت عايز تديها له بالوقت والجايزه، وكمان لو فشل تقدر تعاقبه. فجي هيون بيقول لنفسه حلو قوي، حس كده هخليه يصطاد لي عفريت وقدامه 160 ساعه، انا عارف ان اقدر اديله مكافاه بسيطه، بس ايه اللي ممكن اعاقبه بيه؟ خلينا نقول ان العقوبه هتبقى الموت. وساعتها النظام بيرتب كل المهمه وبيقول لجي هيون ابعتها له المهمه دي. فجي هيون بيقول له لا، فالنظام بيلغي الطلب. وبيقعد جي هيون يفكر ويقول لنفسه انا اقدر اعاقب اي مواطن هنا في الوقت اللي احبه لان دي قدرتي، بس انا مش عارف ايه اللي المفروض اعمله دلوقتي. وبيفعل جي هيون العيون المطلقه فبيقدر يشوف البرج فعلا، وبيلاقي هيون بتقول لجون احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ فجون بيقول لها لازم اخرج عشان على الاقل اجيب ميه، خليكي هنا مع البنات وانا هرجع لكم. فهيون بتقول له مستحيل ده خطر. وجون بيقول لها انا عارف بس ما عندناش اي حل تاني، انا هحاول اروح للمحل اللي قريب من هنا، هو كبير فاكيد هلاقي حاجه هناك. وسيون بتفضل تقول لهم انها عطشانه، وجون بيقول لمراته انت واثقه فيا صح؟ انا هرجع لكم تاني ومعايا كل اللي احنا محتاجينه. وبيلغي جيهون المهاره وبيقول لنفسه دلوقتي طلعت اسوأ بكتير من اللي توقعته. وبيفتح جيهون المتجر وبيقول كان هيبقى احسن لو في مكان تخزين اكبر. فبيلاقي نظام بيقول له انت عندك مخزن اصلا وكمان تقدر ترفع مستوى مهاره المتجر. فجيهون بيقول له ارفعها، وساعتها المتجر بيبقى في المستوى الثاني وعدد العناصر اللي ممكن يستقبلها وصلت ل 20، وكمان في خصم 10% على اي عنصر. وجيهون بيقول لنفسه كده عظمه قوي، فاضل معايا نقطتين كمان، اهم حاجه اني اطور اكتر في التخزين وحفظ الكرامه، يمكن اقابل مواطنين اكتر الفتره الجايه. وبيرفع جيهون المتجر اكتر فبيوصل للمستوى الثالث وعدد العناصر بيزيد لل 40. وجيهون بيقول في باله دلوقتي في مهاره بتقدر ترجع العناصر القديمه وتحولها لعناصر جديده، جامد، كان الموضوع يستاهل فعلا اني اطور المتجر. وبيفتح جيهون المتجر وبيشتري ميه وفاكهه وبيقول خليني ارفع مستوى مهارتي بالمره، انا لو قدرت اوفر للجيران كهرباء والميه اكيد وقتها هقدر اطلب منهم اي حاجه. وبيترفع مستوى حفظ الكرامه، والنظام بيقول لجيهون تقدر تسجل التابعين من دلوقتي. فجيهون بيستغرب يقول له ودول يطلعوا ايه كمان؟ في الوقت ده جون بيبقى جاهز نفسه عشان يطلع من البيت وبيودع بنات، بس وقتها نيون بتفضل تعيط وبتقول له بس العالم كله وحوش بره. وبتبقى نيون خايفه لان الوحوش قبل كده جروا وراها هي واختها وابوها لحقهم في اخر لحظه. وجون بيتوتر وبيقول لنفسه دي ممكن تبقى اخر مره اشوفهم فيها، اعمل ايه؟ وفجاه بيلاقوا الباب بيخبط فبيتوتر جون اكتر لحد ما بيسمع صوت حد بيقول له لو سمحت افتح. فبيروح جون يمسك عصايته وبيقول لنفسه هو انسان، لا احتمال يبقى وحش وكده هنبقى في خطر. واللي بره بيخبط اكتر وبيقول لهم هو مفيش حد جوه. وبعد شويه الصوت بيختفي وجون بيقول لهم شكله مشي خلاص. وبيروح يفتح الباب بس ساعتها بيظهر قدامه نور قوي جدا فبيجري جون على عيلته وكلهم بيفضلوا يصرخوا. وجون بيقول له ارجوك ما تاذيش عيلتي. فبيلاقي جيهون قدامه بيقول له معلش ممكن تبص لي حتى. فبيتفاجئ جون لما بيشوفه بيقول له انت مين؟ فجيهون بيقول له انا جاركم كيم
اسم جي هيون وكنت جايب معايا ميه وفاكهه، فممكن نتكلم شويه بعد ما تاكلوا. وجون بيقول لنفسه ما عنديش سبب ارفض، واحتمال كبير الشخص ده يساعدنا. وبعدها بيدخل جي هيون ويقعد معاه، وبيلاقي البنتين عمالين يبصوا بنظرات مرعبه، فبيقول لنفسه هو انا صدمتهم جامد ولا ايه؟ بس شكل العيله دي ذكيه، قافلين الستاير عشان ما تلفتش نظر الوحوش ويهاجموه. بس خلونا نشغل شويه انوار هنا. وبيستخدم جي هيون النظام وبيشغل الكهرباء تاني، وبيقول لجون خد الميه دي لبناتك. فالبنتين بيشربوا بكل سرعتهم لدرجه انهم بيتخانقوا، وهيون بيقول لسيون انت بتحب البرتقال وبيديها واحده، والبنت اول ما بتدوقها بتفرح من جمال طعمها، وبتجري هيون لوالدتها وبتقول لها انا كمان عايزه حته. وقتها النظام بيقول لجي هيون ثقه العيله فيك زادت من الاول، وسو هيون وصلت ل 50 نقطه، فخاصيه الولاء اتفتحت، وكمان تقدر تسجلها على انها تابعه ليك. فجي هيون بيقول لنفسه لا ما ينفعش، دي لسه صغيره، وكمان انا ما اقدرش اسجل الا 10 تابعين بس، فعلى الاقل لازم يبقوا من مستوى جون عشان يقدروا ينفذوا المهمات. بس ثقته فيا لسه 31، انا محتاج اخليه يثق فيا اكتر. وساعتها جون بيقول لجي هيون انا مش عارف ارد مساعدتك دي ازاي. فجي هيون بيقول له حس كده خلينا نتكلم بره. ولما الاثنين بيطلعوا بره جي هيون بيقول له انت اخدت الجنسيه صح؟ فجون بيقول له ايوه. وبيستدعي شاشه النظام وبيقول له الشاشه دي ظهرت للعيله كلها من 30 دقيقه، وقتها ما كناش قادرين نتحرك خالص. فجي هيون بيقول لنفسه هم اتجمدوا مكانهم لحد ما اديتهم الجنسيه. بيقول جي هيون لجون انا هساعدكم ترجعوا حياتكم طبيعيه تاني، واقدر اثبت لك ان الوحوش مش هتدخل هنا. فبيتفاجئ جون وبيقول له انا عارف ان ده مش هيبقى ببلاش، فايه المطلوب مني؟ فجي هيون بيقول له بس انت ممكن تموت، انت واثق انك عايز تكمل؟ فجون بيقول له واثق، انا كده كده كنت هموت لو خرجت عشان اجيب الاكل. وجي هيون بيقول له انا شفت نادي جولف تقريبا، قول لي تكلفته كام؟ فجون بيستغرب بيقول له تقريبا نص مليون. فجي هيون بيقول لنفسه لا ده طلع غالي وكده مش هعرف احطه في المتجر، انا محتاج اوفر فلوس دلوقتي عشان المستقبل. وبيقول جي هيون لجون طب هو انت فاكر اليوم اللي ظهرت فيه الوحوش؟ فجون بيقول له كان يوم الاجازه، كانوا مرعوبين بس قدرنا نهرب. وجي هيون بيقول له تقريبا كده اللي كانوا قريبين من بيتهم هم اللي عاشوا. وبيقول جي هيون لنفسه العفريت الواحد قوته مش جامده ومستواهم اقل من القوي، سلاحهم الحقيقي هو انهم دايما بيتحركوا في مجموعات، وده بره بالنسبه للبشر، انا محتاج اجهز جيشي. وبيقول جي هيون لجون من اللحظه دي انا عايزك تدور معايا على البشر اللي لسه عايشين. وبيرجع جي هيون لبيته عشان يرتاح. وقتها النظام بيقول له ان ثقه جون زادت، وبيقول لنفسه يا ريت الاقي عيلتي وانا بجمع الناس دي. وفجاه جي هيون بيسمع صوت عالي جدا، فبيطلع بسرعه على البلكونه، وساعتها بيلاقي مجموعه بشر متحصرين من العفاريت. فبيتفاجئ وبيقول لنفسه بس هيبقى صعب قوي اساعده. وبيلاقي واحد من البشر بيحدف كرة بكل قوته وبيطير بيها عفاريت، والبنت بتقتل 2 تانيين بالسهام بتاعتها، والتالت بينزل على العفاريت بعصايته وبيعجنه. وقتها العفاريت الباقيين بيخافوا وبيجروا من هناك. وفجأة البنت بتلاحظ حاجة بتترمي عندهم، فلسه بتجهز سهمها بتلاقي علبة أكل، وبيقف جي هيون في البلكونة وبيشاور لها. فالبنت ما بتستوعبش ايه اللي بيحصل، وجي هيون بينادي عليها بأعلى صوته. وفي نفس الوقت جون بيوصل عنده وبيحاول جون يدخل البيت، بس الحاجز بيمنعه، والنظام بيقول له مش مسموح لك تدخل البيت. وجي هيون بيقول لنفسه معقول ما حدش يقدر يدخل بيتي؟ معنى كده ان التابعين بس هم اللي يقدروا يدخلوا. وجون بيقول لجي هيون العلبه دي فيها كل حاجه ممكن تستخدمها كسلاح. فبياخد جي هيون العلبه وبيطلع اللي فيها، وبيطلع بعدها من المخزن ميه واندومي. وبيتصدم جون لما بيلاقي الحاجات ظهرت قدامه بسهوله. وجي هيون بيقول له ممكن تاخد العلبه دي وتوصلها للمدخل في اول دور. فجون بيقول له مش كده يبقى خطير شويه؟ فجي هيون بيقول له ما تقلقش العفاريت هربوا من هنا. وبيقول جي هيون لنفسه انا لازم اخلي الفريق بره تابع ليا باي طريقه، اكيد لما يعرفوا ان عندي اكل هيجوا لحد عندي على طول. وبيقول جي هيون لجون انا عندي خطه فعايزك تساعدني. وجون بيقول له عايزني اسيب الصندوق في الدور الاول بس؟ فجي هيون بيقول له بالظبط. وجون بيقول له خلاص بسيطه. وجي هيون بيقول لنفسه انا لازم اعمل له حاجه، وبيستدعي وقتها شاشه النظام، فبتظهر مهمه جون قدامه انه هيكسب نقط خبره لو وصل الصندوق. وجي هيون بيقول له لما تخلص المهمه هتاخد نقط خبره. وجون بيتفاجئ وبيقول له ده شبه اللعبه. وجي هيون بيقول له بالظبط، وبالمناسبه دي انت في المستوى التاسع دلوقتي، ولما مستواك هيزيد اكتر اكيد هتاخد مكافاه كويسه. بعدها بينزل جون قصاد البرج وبيلاقي مجموعه واقفه قصادها، فبيفتكرهم ساعتها انهم عفاريت، وبيقول لنفسه انا لازم اهرب. لكن في نفس الثانيه بيقع على الارض هو والصندوق، فبيخاف اكتر وبيفضل يصيح وبيقول ارجوك سيبني في حالي. ولما بيفتح عينه بيلاقي بنت بتقول له هو حضرتك كويس؟ بعدها بشويه النظام بيقول لجي هيون في حد بيحاول يدخل بيتك. فبيتفاجئ جي هيون وبيقول خلينا نشوف ايه الحكايه، وبيستخدم العين المطلقه. وساعتها بيلاقي الفريق كله طالع مع جون، والبنت بتقول لهم ده المبنى اللي حد رمى منه علبه الاندومي. وزميلها بيقول لها معنى كده ان هنا في اكل. فالتاني بيقول له ايوه، وفكر كده
كده في الموضوع، احنا اصلا بدانا نخلص الاكل اللي معانا. وجي هيون بيقول لنفسه كويس طلعوا بشر. والنظام بيقول له هم مناسبين لشروط المواطنه، عايز تقترح عليهم الجنسيه؟ وجي هيون بيقول له في عمليه التوسيع قدرت اقدم الجنسيه لعائله جون بالعافيه لانهم اصلا كانوا هنا، بس ده طلع فيه اختيار للاغراب، يعني في فرصه يرفضوا عرضي. اعمل ايه دلوقتي؟ وقتها جرس بيت جي هيون بيرن، فبيطلع يبص الكاميرا وبيرد على جون. والنظام بيقول له جون دلوقتي في نص المهمه، حابب تعمل فيها اي تعديل؟ فجي هيون بيقول له طبعا. وتحديث المهمه الجديده ان جون يعزم الست على الغداء. وجون لما بيشوف المهمه بيتفاجئ. وجي هيون بيقول له ايوه دي مهمه جديده، عايزك تقول لهم انك عازمهم من الاول على الاكل، انا في حاجه مجهزها في بالي. وبيروح جون يتكلم مع الفريق وبيقدر يقنعهم فعلا. وجي هيون بيقول للنظام خلينا بقى نقترح عليهم الجنسيه. والنظام بيقول له كده بقى من حقهم يوصلوا للدور ال30 هنا، وعدد المواطنين بتوعك وصلوا ل10، وحجم الخبره والفلوس زاد. فبيتحمس جي هيون وبيقول لنفسه ده كمان بقى في مكافآت جامد. وبتظهر بيانات الفريق. وقتها جي هيون بيلاقي بينهم دونج من المستوى ال23، فبيقول ده من المستوى الكليكان اللي قتلته قبل كده. وبيشوف جي هيون بيانات دونج، فبيلاقي قدرته هي رمي كره القاعده، ودي بيقدر يزود قوتها من القوه البدنيه. فجي هيون بيقول لنفسه معنى كده انه انسان خارق. كره البيسبول ممكن تبقى سلاح فعلا على حسب اللي بيرميها، ولو قوتها زادت 3 مرات هنقدر فعلا نقتل الوحوش، والثقه الضعيفه دي انا هقدر ازودها بالتدريج. وبيقول جي هيون للنظام معدل توزيع الخبره ارفعها ل 70%. وبيقول لنفسه دلوقتي كل اللي انا محتاجه ان اديهم مهمات لصيد الوحوش، وساعتها هقدر اكسب وقت وخبره وانا قاعد في مكاني. بس برضه لازم اتعرف عليهم في الوقت المناسب، لان ده ممكن يبقى مفتاح رجوع عيلتي ليا. فجاه النظام بيقول له ثقه دونج زادت، وبيبعت له كمان اشعارات بزياده ثقه باقي الفريق. في الوقت ده جون بيكون مع الفريق اللي في بيته، وبيقول لهيون معلش حضر لنا الغدا. جي هيون عنده خطه ولازم نساعده فيها. ولما بتدخل هيون تجهز الاكل، دونج بيقول لجون هو مين جي هيون ده وشخصيته عامله ازاي؟ فجون بيقول له بصراحه معرفش عنه غير انه جاري، بس كل اللي احنا فيه دلوقتي بسبب مساعدته. فدونج بيقول لنفسه معنى كده انه انسان خارق، انا لازم ابهره مهما كان الثمن، ده معاه اكل وميه وكمان كهرباء، ودي قدره خارقه مش موجوده في العالم المجنون ده. وجون بيقول لهم الاكل هياخد وقت، فلو حابين تدخلوا تستحموا مفيش مشكله، عندنا ميه دافيه كمان، ده كله بسبب جي هيون. فالفريق بينبهر اكتر. ودونج بيقول لصاحبه جي هيون شكله خارق واحتمال كبير قدرته تبقى اعلى مني، احنا لازم نقنعه باي طريقه انه يساعدنا ونبقى مستعدين لاي حاجه عايزها. وبيقول دونج لصاحبه هدفنا دلوقتي اننا نجمع اكبر كميه اكل، فمش عايزين نغلط وفتشوا الاماكن اللي هنقعد فيها هنا كويس. بس وقتها دونج بيلاحظ ان يونج متوتر وسرحان، فبيروح يعتذر له وبيقول له انا عارف ان كل ده بسببي، لو ما كانش دعيتكم لحفله في بيتي ما كانش كل ده حصل، احنا هناكل هنا ونروح لبيت جدتك على طول. بس يونج بيقول لنفسه فات الوقت خلاص، اكيد الوحوش كلوها. ودونج بيقول له ما تقلقش البيت قريب فهنروح لها على طول. وفجاه بيلاقوا البيت بيفتح، فكلهم بيخافوا، لكن ساعتها بيدخل جي هيون وبيقول لهم انا هساعدكم. ودونج بيقول لنفسه من اللحظه دي حسيت ان الشخص ده ممكن ينقذنا من حفره اليأس اللي وقعنا فيها. بعدها بشويه هيون بتكون خلصت الاكل وكلهم بياكلوا بكل حماس وهم مبسوطين من جمال الاكل. وجي هيون بيقول لنفسه بقالي كتير ما اكلتش وسط ناس، واحس ان حواليا عيله كده، اتمنى ان عيلتي كمان يبقوا بخير. وبعد ما كلهم بيخلصوا اكل جي هيون بيقول لهم انتوا ليه ما قدرتوش تروحوا بيت الجده رغم انه كان قريب؟ فدونج بيقول له بسبب العفاريت، جراج العربيات كان تحت الارض، مكان مميز لو حد عايز يستخبى، وهم بقوا جمعوا نفسهم هناك مش اقل من 1000. وجي هيون بيقول لنفسه دلوقتي القوه المطلقه مش بتوصل الى الدور ال30، وتقريبا ده السبب اللي سمح للعفاريت انهم يدخلوا من الدور الاول. ودونج بيقول له المشكله ان كل المدخلات ليها علاقه بالجراج ده، فمش قادر اعرف هنخرج ازاي. وجي هيون بيقول له بس اكيد في طريق جانبي. فدونج بيقول له ايوه وهدفنا اننا نهرب منه. بس وقتها لقينا حاجه اخطر من العفاريت، ظهر قدامنا وحش مرعب كان شبه الدب او الديب، وكان بيواجه مجموعه من العفاريت وبيقتلهم، فاحنا قدرنا نستغل ده ونهرب. فجي هيون بيقول له احنا كده مضطرين نواجهه. فدونج بيقول له انا عارف ده، بس للاسف في حدود موقفانا، اسلحتنا عباره عن اقواس وكوره بيسبول، وبما اننا استخدمناهم فقربوا يخلصوا. وجي هيون بيقول له لا دي محاوله، ممكن تطلعوا الحاجات دي. وقتها بياخد جي هيون الكوره والقوس وبيحطهم في المتجر، وبيقول للفريق هو انتوا كلكم بتقدروا تستخدموا القوس؟ فكلهم بيسكتوا من الاحراج. وجي هيون بيقول للنظام اشتري 5 اقواس و5 اسهم، وبيقول لهم لو ما بتعرفوش تستخدموه اتدربوا دلوقتي لان ده اللي هتستخدموه في المستقبل عشان تعيشوا. وكلهم بيتحمسوا وثقتهم بتزيد اكتر في جي هيون. وجي هيون بيقول لهم قبل اي حاجه احنا محتاجين نقلل عدد العفاريت. ودونج بيقول له هنبدا التنفيذ امتى؟ فجي هيون بيقول لهم بكره، كل ما بقينا اسرع كل ما يبقى احسن، بكره احنا هننقذ جدة يونج. ودونج بيقول له بس ازاي؟ فجي هيون بيقول لهم دي بقى خطه الفخ. وبكده نبقى خلصنا كل الفصول اللي نزلت من حكايتنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا واستنونا قريب جدا في فصول اكتر وقصص اجدد. يلا سلام.